ايه اللي حصل بينك وبين سهى؟ أخوه عنده كانسر ولازم تسافر أمريكا عشان تبقى معاه. كده انا فهمت. ما تزعلش، اوعدك هتكون احسن. ازيك يا دوم، عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك يا ابو حميد؟ انا عايز اقول لك على حاجه، انا مش حمل خناقات خالص اليومين دول. ايه يا عم، في ايه؟ ما تقلقش، انا شفتك قلت اجي اسلم عليك بس. ايه حوار الخناقات ده بقى؟ ادري ولا ايه؟ اللي اعرفه يعني ما يعرفش يقرب منك طول ما انت في حمايه زين. وهي دي بقى سمعتي في المكتب؟ بصراحه اوقات. دي مش الحقيقه ولا ايه؟ طيب انا عايز اقول لك بقى ان المره دي الخناقه مع زين نفسه. يا راجل، ايه اللي حصل؟ ضغط الشغل. ضغط الشغل ما بيخلصش في المثالي زيدان يا ادم. اكيد في حاجه تانية. لا عادي يعني. المهم انت عايز توصل لايه؟ بص يا ادم، كله عارف اللي بيحصل في المكتب اليومين دول. ايه اللي بيحصل في المكتب؟ بص يا ادم، اللي انت عملته معايا وقتها كان مضايقني، بس ما قعدت فكرت اكتشفت انك طلعتني من الموقف بقليل الخسائر. بصراحه دي جميله انا شايلها لك طول عمري. والله يا ابو حميد شكرا، انا مش عارف اقول لك ايه. برضه مش فاهم انت عايز توصل لايه. أنا دلوقتي شغال في الكيان الاستشارات القانونيه. شغلهم حلو ومريح والاوضاع احسن من عندكم بكتير. لو تحب اظبطك قول، انت بقالك سنه شغال مع زين ثابت، ودي حاجه تخلي اي مكتب محاماه في البلد يتمناك. والله يا احمد كتر خيرك، مش عارف اقول لك ايه. بس انا مش هعرف اسيب زين ابدا. ليه يا ادم يعني؟ عشان هو اللي جابك المكتب؟ لا مش بس كده، عشان اللي بيني وبين زين اهم من اي شغل. زين عمل معايا جمال كتير جدا. على العموم زي ما قلت لك، انت كده كده ليك عندي جميله، ولو في اي وقت حبيت قول لي. ما تقلقش يعني، كده كده مش هتحس بغربه. يعني ايه؟ ناس كتير قوي من المكتب عندكم يا ادم جم عملوا انترفيوز واتقابلوا كمان. فعلا؟ كان ممكن تسيب لي استقالتك على المكتب عني، ما كنتش اتضايق. مش لازم تجيبها لي بيتي. معلش بقى عشان انا مستعجل جدا. معروض عليا وظيفه في شركه تانية. الف مبروك. بس انا رفضتها. ده اللي هيخليني اسامحك يعني؟ لا يا زين، ده اللي يخليك تسمعني. مكتب الكيان للاستشارات القانونيه بيلم كل المحامين اللي عندنا، ومش بس كده، دول هياخدوا كل العملاء بتوعنا كمان، واولهم امير عزمي. بالظبط. شريهان الكهال عايزه ترد لنا القلم اللي خدته، وده معناها اكيد ان معاها شريف زيدان.